السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن حال. الفيديو ده من وجهة نظري هو أخطر فيديو في المرحلة الحالية على اليوتيوب بالنسبة لوصفات التنظيف. طبعا شايفين شكل الحوض عامل ازاي، ودلوقتي هتشوفوا شكله بقى عامل ازاي. زي المراية، نضف جدا جدا جدا، وكل الاتساخات اللي كانت لازقة فيه راحت. تمام. طيب ليه الفيديو ده انا بقول عليه اخطر فيديو في الوقت الحالي على اليوتيوب؟ دلوقتي طبعا كلنا عارفين ان انتشر بشكل كبير جدا على اليوتيوب وصفات التنظيف. تمام. وازاي تعملي في البيت الحاجات اللي بتزيل الدهون، اصعب الدهون كمان، وبتبقى تكلفتها قليلة جدا، لان هي بتبقى حاجات من العطار تقدري تجيبي منها ب5 جنيه ب3 جنيه. زي ايه؟ طيب زي الكربوناتو، زي الخل، زي ملح الليمون، زي الليمون. والاخطر 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 ان في ناس بتضيف كمان على الحاجات دي كلور. تمام. كلنا عارفين ان الكلور، او مش كلنا يعني، المفروض نكون عارفين ان اضافة اي مادة على الكلور ده خطر جدا. انا في واحدة اعرفها معرفة شخصية، كانت بتمسح شقتها فحطت حاجة على الكلور، حصل لها يعني صابون مواعين تقريبا في جردل الماس، حصل لها اختناق شديد جدا، وخرجت في الهواء وقعدت شوية على ما قدرت تاخد نفسها. تمام. والوصفة اللي احنا بنحضرها دي مع بعض، انا مش بظن سوء في اللي بيعملوا الوصفات دي على اليوتيوب ان هم عاملينها عشان يحققوا مشاهدات وبس. هم ممكن فعلا ما يكونوش يعرفوا ان ليها ضرر. تمام. انا الوصفة دي عملتها عشان انضف الحوض بتاعي، وما كنتش اعرف طبعا ان ليها ضرر. واستخدمت زي وصفات كتير شفتها كتير على اليوتيوب، وشفت ناس بتحط المكونات الخطر دي كلها وكمان بتغليها على النار. تمام. المكونات اللي انا حطيتها على بعضها دي هي فعلا ادتني، يعني ادتني الفوم اللي بينظف الدهون والحاجات دي. طيب ايه اللي انا حسيت بيه بعد ما خلصت الوصفة دي؟ انا حسيت في صعوبة في التنفس وألم، فخرجت للمكان مفتوح فيه هوا، فضلت احاول اخد نفسي كويس. فحسيت طبعا ان مستحيل ان انا انقل لكم حاجة تأذيكم. تمام. مستحيل يعني. انا لما حسيت بكده فكرت ان دي حاجة ممكن تكون بتأذي. طب لو واحدة حامل استخدمت الوصفة دي، ايه مدى خطورتها؟ طب لو واحدة اصلا عندها صعوبة في التنفس او حساسية على الصدر؟ تمام. طب لو واحدة استخدمت المادة دي ومعاها طفل جنبها؟ كل دي حاجات يعني ليها آثار وحشة جدا جدا. ده خلاني ان انا بعد ما حسيت باللي حسيت بيه ده من الخلطة دي، انا كلمت ناس كيميائية وسألتهم على اضافة المكونات دي على بعضها، هل لي ضرر ولا لا؟ عشان لو ليها ضرر انا مش هنزل الفيديو ده. فقالوا لي فعلا ان هي ليها خطر، وخطر كبير جدا جدا جدا، وما ينفعش اضافة اي مادة كيميائية على مادة كيميائية تانية بدون علم. تمام. طيب يعني معنى كلامي ده ان احنا ما ننضفش مثلا حوض زي ده فيه اتساخات لازقة، وزي ما احنا شفنا في الفيديو انا عملتها بالصابون بتاع المواعين وبالسلكة ونضفت كويس جدا وبرضه ما طلعتش. تمام. هي ممكن تطلع مع المجهود الجامد مع التك عليها، بس احنا ايه، بنشوف الحاجة برضو السهلة، لان مجهود حاجة البيت بيبقى صعب، فبنعوز نسهل على نفسنا. تمام. بعد ما سألت الكيميائيين وقالوا لي كده، انا قلت مش هنزل الفيديو. وبعد كده بصراحة لقيت الوصفات منتشرة جدا 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 بطريقة كبيرة جدا، وبصراحة بتجيب مشاهدات عالية قوي. تمام. يعني انا لو كنت نزلت الفيديو ده بشكله الطبيعي بيجيب مشاهدات يعني. بصوا المادة اللي انا عملتها، بصوا بتطلع فوم ازاي. وعلى فكرة دي في اغلب الوصفات اللي نازلة على اليوتيوب دلوقتي، وفي ناس بتحطها على النار تغلي، متخيلين؟ وفي الاخطر ان الاقي فيديوهات حطي الخل على النار. يا جماعة الحاجات دي ممكن تسبب حروق. ابسط حاجة عايزة تتأكدي بنفسك، روحي لمركز تحاليل معمل تحاليل واسأليهم، اطلبي تقابلي الكيميائية اللي في المعمل واسأليها إضافة المادة دي على دي على دي ممكن يتسبب في ايه، وانت اعرفي بنفسك، ما تاخديش على كلامي انا، اعرفي بنفسك. ومش معنى كلامي برضو ان احنا نسيب يعني عندك مثلا حلة الدهون بقت فيها جامدة او مش عارفة تشيليها بالطرق العادية، ممكن في الوقت ده تلجئي انك تجيبي الحاجات اللي الشركات بتعملها، الحاجات اللي متخصصين عاملينها.
انا عن نفسي بتعب فعلا من الحاجات دي، يعني في حاجه اسمها باور. في ناس كتير جدا بتستخدمه وبصراحه بيقولوا عليه كويس جدا. انا مش بعمل اعلان لحاجه، بس بنقل لكم يعني خبرتي. في ناس بتقول عليه كويس جدا. آم، ممكن تستخدميه، وبرضه هتلاقي ان الحاجات اللي حتى المتخصصين عاملينها كاتبين لك عليها ان بتبقي لابسه جوانتي في ايدك، وبتبقي ممكن حاطه ماسك كمان عشان التنفس. تمام. وبتبقي طبعا عامله مراكز تهويه، فاتحه الشبابيك، مفيش طفل في المكان وانتي بتعملي. فكل حاجه وليها احتياطاتها. لكن ان احنا في البيت نعمل حاجه كيميائيه، والله ممكن حاجه ماده على ماده تضيفيها في البيت ممكن تسبب حروق اصلا. فيا جماعه رجاء رجاء، انا قلت اقول الكلام ده يعني تخليصا لضميري قدام ربنا من كم وصفات التنظيف اللي انا شايفاها على اليوتيوب الايام دي. كلها اصلا يعني فيها مكونات صعبة جدا جدا. وده مش كلامي، انا سألت كيميائيين وبقول لكم اسألوا بنفسكم. اقرب معمل تحاليل لبيتك انزلي اسألي فيه المادة دي. لو ضفت الكربوناتو على ملح الليمون، على الخل، على صابون المواعين. يعني انا لسه سامعة فيديو لحد من بتوع المنظفات بيقولك اصلا اضافة الخل على صابون المواعين بتغير من تكوين صابون المواعين نفسه. تمام. هي دي الخل على صابون المواعين انا شخصيا بستخدمها وما حسيتش باذى منها. يعني انا شخصيا بستخدمها وما حسيتش باذى منها، بتفرق معايا في التنظيف. لكن هو بيقولك ممكن مثلا بعد ما غسلتي المواعين وحطيتي خل على صابون المواعين، حسيتي مثلا ايدك فيها قشرة، فيها كده، ده ممكن الضرر اللي هي تسببه. لكن اللي عندها حساسية في الجلد مثلا ممكن ما تضيفيش اي مادة على مادة عشانك بس عشان ما تتأذيش. تمام. وطبعا اعتقد ان الاخطر إن اضافة المواد دي على بعضها مباشرة، يعني مش من غير مثلا في مية. بس يعني عامة انا بقول الكلام ده ليه؟ لو بتسمعي الوصفات التنظيف اللي نازلة بشكل كبير جدا جدا على اليوتيوب دلوقتي وعجبتك وصفة فيهم، قبل ما تنفذيها اسألي عن هل ليها خطورة ولا لا. واسألي أهل الذكر زي ما احنا تعودنا يعني زي ما احنا عارفين في القرآن. اسألي أهل الذكر. دي مواد كيميائية، فشوفي حد كيميائي سواء بقى عن النت. يعني دلوقتي الأسئلة بقت أيسر طبعا. فعايزة تشوفي حد كيميائي على النت تسأليه، تشوفي معمل تحاليل على النت وتبعتي تسأليهم. تنزلي بنفسك لو في معمل قريب منك تسأليهم. لو تعرفي حد كيميائي تسأليه. لكن رجاء ما تستخدموش المواد الكيماوية على بعضها من غير ما تكونوا عارفين ضررها ممكن يوصل لإيه. انا سمعت وصفات كتير جدا جدا جدا، وبناء عليهم آم، حبيت ان انا اقول لكم الكلام ده. خلوا بالكم، خلوا بالكم، علشان مش عشان الحوض بتاعي ينضف يجيلي أزمة في التنفس. مش عشان الحوض بتاعي ينضف تحصل لي مثلا أزمة في الجلد. تمام. آه، زي ما بقول لكم عايزين تستخدموا الحاجات الكيميائية يبقوا تجيبوها من متخصصين. الحاجات اللي الشركات بتبقى عاملاها طبعا حاجة بره المقاطعة طبعا. آه، هاتوا حاجة شركات متخصصة. يعني في شركة ماي واي، في شركات كتير بتعمل الحاجات دي، فاشتروها من المتخصصين. لكن ما تعملوش في البيت. عايزة تعملي حاجة في البيت زي ما قلتلك مرة واتنين وتلاتة، زي ما قلتلك اسألي أهل الذكر. هل يا جماعة إضافة المادة دي على دي على دي ليه ضرر عليا؟ ما يتقالك ما فيهوش ضرر عليكي، لا تمام استخدميها بقى من هنا للسنة الجاية. فيها ضرر عليكي يبقى بلاش 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 تأذي نفسك. انا للامانه اول ما عملت الوصفه وحسيت زي ما قلت لكم بصعوبه في التنفس وبخنقه كده، فطبعا مرضتش ان انا انقلها لكم ان دي وصفه بتنظف وان اعملوها. ومع ان طبعا الفيديوهات من النوعيه دي بتجيب مشاهدات عاليه جدا في وقت بسيط جدا. لكن انا مش هاذي حد. يعني كلنا هنتحاسب قدام ربنا، فانا مش هكون سبب في اذى حد. تمام. يعني رجاء رجاء رجاء
ما تعملوش حاجة تضركم. وشكرا لكم، مع ألف سلامة.